اكريليتس كوبليمر، ما اعرفش يعني ايه. عطر فيتامين هي. هاي جايز، ويلكم. This is my new video. ازيكم؟ الفيديو الجديد بتاعي النهارده ريفيو عن مثبت ميك اب قتل بحثا. بس طبعا انا الريفيو بتاعي غير. انا الريفيو بتاعي لخصت لكم فيه كل اللي اتقال عنه في كل الريفيوهات اللي ممكن تتخيلوها على اليوتيوب. فتابع الفيديو للاخر وهحط لك الملخص في الاخر خالص، المميزات والعيوب. طبعا اللي شاف صورته عارف هو ايه، مثبت ميك اب محمود سعيد او اليزابيث هيلين. وحيث انه ريفيو عن المثبت القمر الاخضر ده من محمود سعيد، فانا لبست لكم كل حاجه خضراء اقدر عليها. وهنبتدي الفيديو، وما تنساش قبل ما تدخل تديني قلب. هو اولا سعره 150 جنيه عشان الناس اللي بتحب تعرف السعر. بصوا انا هقرا لكم المكونات. المكونات هم كاتبين كحول، اكريليتس كوبليمر، ما اعرفش يعني ايه، داي ايثيل فيثالات، عطر، فيتامين هي فيتامين هاء، خلاصة الصبار، بوتان وبروبان وايزوبيوتان. طبعا ولا فهمت ولا كلمة من الكلام ده، طبعا الصيادلة بقى هم يفيدونا ويقولوا لنا الكلام ده معناه ايه. لكن اهم حاجة بالنسبة لي انه اول مكون هو الكحول، والعطر مش كاتبين هو عطر ايه بالظبط، فانا مش قادرة احدد الصراحة. طيب احنا بقى هنجرب نستخدمه. هو قالك انك انتي الاستعمال: رج العلبة جيدا، واستعمال كمية مناسبة من مثبت المكياج على الوجه من على بعد 20 سنتي. اهو رجيت اهو على بعد 20 سنتي، يعني مش فاهمة اعمل ايه يعني، بس ماشي اهو. وتبدأي ترشي. طيب انا طبعا عارفة تأثيره. فهو اول ما بترشيه كده، يعني انا كاتبه اللي انا بقوله علشان ما انساش. اول ما بترشيه كده بتحس ان هو بيحرق شويه، يعني اول ثانيه ثانيتين كده. ده طبيعي لان هو فيه ريحه. انا مش عارفه هي ريحه ايه بالظبط، بس هو فيه ريحه. بقول ساعات لانه مش في كل الاوقات بيحرق، هو ساعات بيحرق وساعات ما بيحرقش. على حسب، ممكن تكون اذا كانت بشرتك حساسه او لا، اذا كانت ملتهبه من الشمس او لا. انا بالنسبه لي بشرتي حساسه شويه، فبالنسبه لي شويه الى حد ما هو يعني بيحرق لي بشرتي ساعات. الشيء الكويس ان هو الاحساس ده بيروح بعد ثانيه ثانيتين، فما تقلقيش منه خالص. فهو ما بيحرقكيش يعني غير ثانيه ثانيتين بس كده بالكتير قوي يعني وتمام. زي ما قلت هم مش كاتبين الريحه دي فيها ايه، ريحته دي ايه. وانا قلت قلت لكم المكونات. من حيث الثبات، هو ثابت جدا جدا جدا. يعني انا مره حطيته فوق عينيا، كنت انا حاطه اي شادو، حطيته فوق عينيا وحطيته كمان على الحاجب نفسه. معرفش هي دي حاجه صح ولا غلط، بس كنت انا رسمه حواجبي بطريقه معينه وحطيته، والله العظيم قعد مش قادره اقول لكم اكتر من 12 ساعه، ثابت جدا جدا. بس رشي كميه كويسه يعني، خليكي كده كريمه وانت بترشيه. يعني بيقعد معاكي من حيث الثبات يعني مينيمم 5 ساعات، ده اقل حاجه. طبعا بعد ما بتكوني، باكد تاني، بعد ما بتكوني رشيتي كميه كويسه، حطي كميه كويسه. هل بيأثر على الاي شادو؟ بصراحه لا، انا جربته كان تمام جدا. هما كاتبين عليه كده من جوه انه لازاله المكياج اغسليه جيدا بالماء والصابون.
وممكن يكون بياخد من البيجمنت بتاع المكياج. يعني انت لو حاطه مثلا فول ميك اب لا هو الحقيقه بياخد شويه من المكياج، من البيجمنت، من الصبغه، بيقلله شويه. يمكن ده يكون الحاجه الوحيده اللي انا واقفه عندها، بس مش مشكله يعني. تبقي زودي يعني البيجمنت شويه علشان تاخدي التأثير اللي انت عايزاه. هو ماركة سعودي، جميلة جدا جدا، انا بحبها وبثق فيها والحقيقة الماركات السعودية من الحاجات اللي انا بثق فيها جدا جدا جدا. يعني هي الدولة رقم واحد عندي بصراحة في المنتجات اللي جاية من عندها. يعني حتى اشتريت بخور سعودي. ثانية واحدة. هو ده. هو انا استخدمته، انا مش العلبه مش عارفه هي فين بصراحه. بس لو لقيتها هحط لكم الصوره بتاعتها. حلو جدا يعني، احسن للامانه، احسن من البخور اللي هنا ومن البخور اللي يعني اللي منتشر في مصر وكده. ده انا كنت جايباه من معرض، وكنت اول مره يعني اعرف ان السعوديه بتنزل حاجات بصراحه. تفادي رش المثبت على عينيكي او حواليها، وبتحتفظي بيه بعيد عن الاماكن اللي بتصل درجه حرارتها ل50 درجه مئويه. ما تعرضيهاش للشمس المباشره، وما ترشيش المكياج على المواد المشتعله او التي تساعد على الاشتعال. للاستخدام الخارجي فقط. ده 150 ملي. ان انت لما بتيجي ترشيه يعني البخاخ بتاعه الابليكيتور اللي هو ده، يعني عارفه بيبخ كده، يعني مش بينتشر كده في كل مكان لما بترشيه، لا هو بيبقى مركز قوي في النص. هوريكم، مركز قوي في النص، ويعني شويه كده بيجوا على الباقيين. فانتي لو حاطه مكياج مثلا، لا هتحتاجي تبخي في كل منطقه على حده، مش كده وخلاص من بعيد، لا. يعني خليني بقى ألخص لكم بقى الفيديو كله في المميزات والعيوب في السيكونس اللي جاي ده. دلوقتي بقى أنا هلخص لكم النقط اللي اتذكرت في الفيديو. هتكلم الأول عن عيوبه. عيوبه بيحرق أول ما بترشيه. لو بشرتك حساسة أو ملتهبة هيحرقها أكيد. البخاخ بتاعه بيبقى مركز في النص، بالتالي ما بيتوزعش بالتساوي على كل البشرة، بيبقى مركز في النص وعلى الأطراف أقل شوية. بيقلل شوية صغيرين من البيجمنت بتاع الميك اب. أول ما بترشيه بياخد من اللون بتاع المكياج بتاعك شوية صغيرة. أول مكون فيه هو الكحول، بالتالي نسبة الكحول هتبقى محترمة يعني. ودي طبعا حاجة مش كل الناس هتحبها. مميزاته، هو أرخص حاجة في المنتجات الآمنة والمضمونة، سعره 150 جنيه، بالتالي هو سعره رخيص وفي نفس الوقت مضمون وآمن. ثبات عالي جدا جدا جدا، أنا أضمن لكم الثبات ده برقبتي. ثابت جدا لأطول فترة ممكنة، كحد أدنى 5 ساعات. بيوصل ممكن 12 ساعة وممكن اليوم كله عادي جدا. الفينش بتاعه ناعم وأملس، بيخفي مظهر الباودر، لا بيشقق ولا بيكتل ولا بيقشر. مناسب لكل أنواع البشرات، لأنه بما أنه نفع مع البشرة الحساسة فخلاص هو مناسب لكل البشرات. آخر حاجة إنه ماركة سعودي، وأنا بثق جدا 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 في المنتجات السعودية. لا عجب، طبعا أرضهم بتحمل الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، بتحمل الكعبة المشرفة، فطبعا يعني ربنا يبارك لهم يا رب ويبختهم وهنيالهم. في الآخر، هل أنا برشح المنتج ده ولا لا؟ تفتكروا إيه؟